يا أهلاً وسهلاً بكل الأوتاكو الأساطير في الملخص الثالث من طوكيو ريفنجرز الموسم الأول. قبل ما نبدأ بتمنى تدعموني بالاشتراك عشان نكمل في أحلى وجمل ملخصات أنمي. الحلقة الثالثة بتبدأ بعد ما تاكيميتشي بيصحى من الصدمة اللي شافها في الماضي، اللحظة اللي تحدى فيها كيوماسا في ساحة القتال رغم إنه عارف إنه أضعف واحد في المكان. المشهد بيرجع تاني للحظة المصيرية دي، حلبة تراب، عيال واقفة في دايرة زي عصابة بتهتف، وكيوماسا الضخم واقف قدام تاكيميتشي بنظرة كلها سخرية واستفزاز. المواجهة اللي بدأت تغير كل حاجة، تاكيميتشي واقف منهك وخايف، قلبه بيخبط في صدره وعرقه نازل ورجليه بترتعش، لكن رغم كده كان مصر ما يستسلمش. كيوماسا بيقوله ببرود: يا ابني انت بجد فاكر نفسك مين علشان تتحداني؟ خليك تندم. وبيبدأ ينهال عليه ضرب. تاكيميتشي بيقع يقوم، وشه متورم، انفه بينزل، عينه بتقفل من التورم، لكن ولا مرة قال استسلم. العيال اللي واقفة حواليه بدأت تتخض. المشهد كان مختلف، لأول مرة يشوفوا حد مش من العصابة وملوش أي قوة ويقف قدام كيوماسا بالطريقة دي. جوه تاكيميتشي حاجة بتتغير وهو واقع على الأرض قدامه الرمل والدنيا بتتهز حواليه. بيفتكر هيناتا، ضحكتها، كلامها، وعده لنفسه إنه يحميها. وهنا بيقوم تاني ويهجم على كيوماسا بآخر نقطة قوة عنده، ويشبك في رجله ويمسكه جامد ويعضه لو لازم الأمر، المهم ما يقعش. الجماعة كلها بتصرخ عليه: سيب الراجل يا مجنون، لكن تاكيميتشي كان عامل زي الكلب اللي بيدافع عن حياته، مش هيسيبه. المشهد اللي قلب الطاولة وقت ما كيوماسا كان هيغرس فيه السكينة الصغيرة اللي طلعها من جيبه علشان يعلمه الأدب. بيظهر صوت مرعب، صوت يخوف أي واحد في المكان: كيوماسا أنت بتعمل إيه؟ العيال بتسكت. الجو يبرد فجأة. مين اللي داخل؟ مايكي، قائد عصابة طوكيو مانجي. مايكي داخل بهدوء، مبتسم ابتسامة غريبة، لا هي سعادة ولا هي غضب، ابتسامة قائد شايف حاجة مختلفة. وراءه دراكن طويل شكله مرعب وواقف وراه زي جبل. مايكي يقف فوق الجميع ويقول: الواد ده عجبني. ويقصد مين؟ تاكيميتشي. اللحظة اللي خلت تاكيميتشي محمي. لأول مرة مايكي يبص لتاكيميتشي ويقول له: انت عندك روح كويسة، عجبتني، من النهاردة انت صاحبي. العيال كلها تتصدم، مين ده اللي مايكي بنفسه يقول انه صاحبه؟ حتى تاكيميتشي نفسه مش فاهم، هو كان فاكر انه هيموت، مش انه يبقى صاحب اخطر قائد عصابة في طوكيو. كيوماسا والإهانة المرعبة. كيوماسا يحاول يبرر نفسه، لكن مايكي يديله نظرة واحدة بس، نظرة تخليه يعرق ويتهز. دراكون يقوله: انت بتخلي اسم العصابة يبقى وصمة عار. والعيال كلها تعرف ان مصير كيوماسا اتحدد خلاص. تاكيميتشي والصدمة اللي مش مصدقها تاكيميتشي وهو على الارض بالكاد قادر يتنفس، بيبص لمايكي ودراكن وهم بيساعدوه يقوم من على الارض. الناس كلها حواليه بتبص له بنظرة احترام او خوف او استغراب، لكن جواه بشعور جديد بيتولد: انا ممكن اغير المستقبل، فعلا ممكن انقذ هيناتا. تاكيميتشي يبكي، بس مش من الالم، من الضياع اللي كان فيه، ومن لاول مرة يحس ان حياته ليها قيمة عند حد. مايكي ودراكن بينوروا له الطريق وهم ماشيين. مايكي يقول له: انا شايف فيك حاجة، خلي بالك احنا بقينا اصحاب. ودراكن يبتسم بقليل من الاحترام: خليك زي ما انت، الروح اللي جواك دي نادرة. المشهد ده بيبقى نقطة التحول لكل الاحداث اللي هتحصل بعد كده، العودة للحاضر، الصدمة الاكبر بعد كل اللي حصل. تاكيميتشي بيرجع للحاضر تاني، ولما يرجع يلاقي نفسه مع ناوتو، لكن المشكلة رغم انه بقى صاحب مايكي في الماضي، المستقبل لسه زبالة ولسه هيناتا ميتة، وده بيحطمه اكتر ويخليه يعرف ان اللي حصل ده مجرد البداية، وان عليه يدخل اعمق واعمق في عالم ما فيهش غير الدم والخيانات والانتقام علشان يغير المصير اللي ماشية عليه الاحداث كلها. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تكونوا اول من يعرف كل جديد من عالم الانمي الممتع.